بالفيديو خطاب عاجل ومزلزل من الملك محمد السادس قبل قليل يوجه فيه رسالة للاعبي المنتخب والمدرب ويفرح كل المغاربة. تفاجأ وفرح كل المغاربة بالخطاب العاجل والمفرح للملك محمد السادس قبل قليل، وذلك بعد انطلاق بعثة المنتخب المغربي إلى دولة الكوت ديفوار استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 الذي ستنطلق مبارياته ابتداء من 13 من يناير إلى 14 من فبراير عام 2024، حيث سيخوض المنتخب المغربي مباراته الأولى ضد منتخب تنزانيا يوم 17 من يناير الجاري. وفرحت وتفاجأت كل الجماهير المغربية قبل قليل بالخطاب العاجل للملك محمد السادس الذي وجه فيه رسالة للاعبي المنتخب وللمدرب وليد الركراكي وباقي طاقم المنتخب قبل انطلاق مبارياتهم في نهائيات كأس أفريقيا 2024، حيث وحسب ما نشرت العديد من الصفحات الإخبارية الغير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فإن الملك محمد السادس يتابع كل مباريات المنتخب المغربي، وإذا وصل المنتخب المغربي إلى النهائي فإن الملك محمد السادس سيذهب شخصيا ليشاهد المباراة النهائية رفقة ابنه ولي العهد المولى الحسن وشقيقه المولى رشيد. وقالت نفس المصادر إن الملك محمد السادس يأمل ويتمنى أن يحقق المنتخب الفوز بهذا اللقب القاري، ودعا لاعبي المنتخب والمدرب وباقي طاقم المنتخب إلى العمل الجاد والتركيز للفوز بالكأس وإدخال الفرحة على الشعب المغربي إن شاء الله، وهذا ما أفرح كل الجماهير المغربية.